تعالوا النهاردة نعمل كيكة الجيلي بطريقة سهلة جدا، وكمان هنعملها في الخلاط بمكونات بسيطة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ. اول حاجه هجيب صينيه مقاس 26، اي صينيه مش لازم نلتزم بشكل القالب ده، وهدهنها بالزيت، وبعد كده احط شويه دقيق ووزع الدقيق على كل الصينيه كده بالشكل ده. بعد كده بقى هبدا بالمواد الجافه، هجيب 2 كوب الا ربع من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من النشا وذره من الملح، وهنخل كل المواد الجافه كده. وبعد كده هجيب بقى كيس من البيكنج باودر وهضيفه على الدقيق، وهقلب كل المكونات الجافه كده، وبعدين هركنها على جنب. هنحضر الحاجات السايله، هجيب 3 بيضات واحطهم في الخلاط، احط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، نص كوبايه من الزيت، وهضرب المكونات كده في الخلاط لحد ما الخليط ما يصبح لونه ابيض. اول ما يبقى لونه ابيض كده خلاص اوقف ضرب. وبعد كده بقى هجيب بوله وافضي فيها الخليط السايل كده، وبعد كده اجيب المواد الجافه وهنزل بقى بالدقيق كده بالتدريج. وبعد كده هحضر معايا نص كوبايه من الحليب، وهنزل بالحليب مع الدقيق بالتدريج لحد ما الاقي القوام بتاع العجينه زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. وبعد كده هحط معلقه صغيره من الخل. وطبعا واحنا اول ما نبدا في الكيكه هنشغل الفرن على درجه حراره 180 ونسيبه شغال، وبعد كده نشتغل بقى في الكيكه. كده خلاص خلصت المواد الجافه كده، قوامها جميل جدا. هجيب بقى القالب بتاعي واصب الكيكه كده بالطريقه دي. اهم حاجه تكونوا انتوا شايفين القوام بتاع الكيكه قدامكم عشان لما تعملوها تبقى مظبوطه. بعد كده بقى هنخبط الصينيه تخبطتين وهندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد في الفرن من 35 دقيقه ل 45 دقيقه. هي اخدت معايا انا بالظبط 40 دقيقه. هفضي بقى الكيكه اركنها على جنب تبرد، وبعد كده هجيب بقى نفس القالب بالظبط وادهنه بالزيت. وبعدين هجيب بقى اي ثمرتين فاكهه عندي في البيت، شويه عنب، تفاحه، اي حاجه عندي تنفع على فكره في الوصفه دي. وممكن كمان ما نحطش اي فاكهه خالص، ممكن نعملها ساده جدا عادي. وهرص بقى كده الحاجات في القالب بعد ما ادهنه بالزيت بالشكل ده. وهجيب طبق خارجي احط فيه 2 كوب ماء ساخن جدا ومغلي يعني. وبعد كده هنحط 2 كيس من الجيلي، الاكياس الجيلي اللي الصغيره دي. وبعد كده بعد بقى ما اقلبهم كويس جدا والجيلي يدوب هضيف عليهم 2 كوب ماء بارد. بعد كده بقى هاخد الجيلي بتاعي واصبه على الفاكهه كده بالطريقه دي. بعد ما اصبه على الفاكهه ادخلها التلاجة لمده ساعه او 2. اول ما تتماسك اخرجها من التلاجة واجيب الكيكه بتاعتي واضغط عليها ضغطه خفيفه كده. وبعد كده بقى هكرر نفس العمليه بتاع الجيلي، بس هزود كوبايه زياده، يعني بدل ما احط كوبايتين هحط 3. وبعد كده هسقي بقى بالخليط كله بتاع الجيلي بقى التاني، هسقي بقى الكيكه، وهنزل من الحروف كده عشان يبقى في جيلي برضو من الحروف. هخلص كل كمية الجيلي وهاخد بقى الكيكة وهدخلها التلاجة لمدة 3 ساعات او 4 ساعات لحد ما تتماسك تماما. كده خلاص انا خرجتها من التلاجة. هقلبها بقى كده في الطبق بالشكل ده. لو ما فصلتش من القالب هجيب فوطة احط فيها مية سخنة قوي واحطها عليها لمدة دقيقة، هتفصل على طول، بس دقيقة واحدة بس. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد جميله جدا. اولادك هيفرحوا بيها، الاولاد بيحبوا الجيلي والحاجات دي كمان. وطعمها كمان بجد جميله جدا. جربوها طريقتها كمان، اتبعي نفس الخطوات هتطلع معاكي ناجحه. وكمان الكيكه اسفنجيه طريه جدا جدا. ولو انتوا عايزين اي نوع كيكه اكتبوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وشير، واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد.